خلينا نحكيو على عالم الإنشاد في الجزائر الحبيبة. نحن في تونس هونيك نستدعى منجدين ديما نسألهم الحقيقة أسئلة مشابهة من نوع هذيا، نحبوا نعرفوا في الجزائر خاطر اللي نعرفوه إنه الشعب الجزائري شعب محافظ يعني، وعنده هكا يغلب عليه الطابع نتاع المحافظ وكل. دونك هنا في تونس عندنا منجدين مش ما عندناش، لكن الفن طاغي أكثر من المنجدين. هل في الجزائر نفس الشيء وإلا كيف كيف؟ هي الفن في الغناء فهي معروفة في العالم كامل، مش غير في الجزائر ولا في تونس، يعني تلقاه دائما يكون طاغي. لكن يعني مؤخرا الحمد لله في الجزائر الناس يعني رجعت وتسمع للإنشاد ولاو يفهموا يعني الناس واش راه يتقدم، يعني المستوى الإنشاد، يعني الفن الراقي، الإحساس، المقامات، الصوت، كلش. ولا الإنشاد يعني عنده مكانة في. هل فما تكافؤ فرص بين الفن العادي وبين الإنشاد على مستوى المادي، على مستوى الإعلامي وغيره ياسين؟ مستوى الإعلامي الحمد لله، يعني حاليا الحمد لله. شوفي، أنا نأمن بحاجة هي في المستوى الإعلامي، نأمن بحاجة هي أنك لازم تخدمي، حتى أنه صح صعيبة مرات في الإنشاد، صعيب أنه الإنسان يشتغل على هذيك الحاجة ويخدمها ويبينها من كوتي يعني ماديا، من جهة حاجة تاع مادة، لكن الإنسان لازم أنه يشتغل باش ينجح. أنا آمن بحاجة أنه النجاح بالعمل. صح، هذا هو أكيد النجاح بالعمل. به من الإصدارات الحقيقة اللي عجبتني ليك ومتميزة حتى على مستوى الصوت، على مستوى الإخراج متاعها، يعني الإخراج الصوتي، طالما أشكو غرامي، وهي أغنية الحقيقة معروفة، يعني أنت عاودتها كوفر. أوكي، من الأغنيات المنتشرة في العالم العربي، ولا تكاد طبعا دولة عربية ما تعرفش الأغنية هذه وشعبها ما يعرفش الأغنية هذه أو الأنشودة. يعني طالما أشكو غرامي لمن يعني هي كثير منشدين نشدوها، هي مانيش متذكر لمن تكون الأنشودة هذه. قديمة يعني، قديمة، هي قديمة. عاودوها بزاف منشدين قدامى. عجبتني بكل صراحة، عجبتني، وعندها كلمات ما شاء الله. قلت نأديها ونعملها كوفر ونقدمها للجمهور، ممكن حتى اني راني نخدم بها يعني في حفلات هكذا. واضح. خلينا زيدا نحن نقدموها لمشاهدين قناة الإنسان حاليا، يلا. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود، منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود، منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود، وأرى باب السلام يا زكي الجدود، وأرى باب السلام يا زكي الجدود. يا سراج الكون إني
عاشق مستهام يا سراج الكون إني عاشق مستهام مغرم والمدح فني يا بدر التمام مغرم والمدح فني يا بدر التمام طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود. برافو. طالما أشكو غرامي كلماتها الحقيقة رائعة جدا ومحليه الاختيار، نحييك عليه صراحة. الله يسلمك. هذا كان دل طبعا يدل ياسين على مدى إلمامك حتى بالكلمات وبالاختيار، هذا مهم جدا. هل عندك شكون يعاون فيك في مسألة الاختيار ولا وحدك؟ وحدي حاليا وحدي. كيفاش يجيك الإلهام هكا نتاع الاختيار وكل؟ يعني الانسان شوفي مرات انا ما نكذبش عليك في الاختيار حاجه نحبها هكا نحب نسمع عندك بزاف هكا الأذن مختلف الاناشيد وعندي لون يعني معين هكذا نحب نسمع فيه وحاجه اللي نحبها صح نحبها ونحب نسمعها نقول نأديها خير على بالي بلي راح تنجح تمام وتعجب الجمهور. ممتاز. السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي قاعدين هكا يعاونوا فيك وإلا خلينا نقولوا المهرجانات وإلا الحفلات تعمل فيهم يعاونوا فيك أكثر؟ يعاون السوشيال ميديا يعاون يعرفك يعني يعرفك على المجال الإعلامي. الناس تعيط لك في التلفزيون يعرضوك في حصص ومن الحصص كيف يعني كي يحوسوا عليك ناس يتعرفوا على صوتك. اكيد المهرجانات يحوسوا انه تعمل لهم مهرجانات وحاليا دوك راهم يحوسوا عليا يعني داكوغ حاجه باهيه. يحوسوا نخدم لهم يعني حفلات اللي حفلات تعملهم والمشاركات نتاعك كيفاش هكا تكون؟ هل مخصصه المهرجانات الدينيه فقط او الانشاديه فقط والا تكون مثلا مهرجان كبير من بينه يعطيوه يعني للانشاد فقره؟ شوفي هي كاين احنا في الايام نقولوا مثال احنا المهرجانات اغلبيه المهرجانات في رمضان في ايام رمضان. قبل عندنا حفلات مع الجمعيات يعني تلقى جمعيات في الجزائر تلقاهم كبار هكا يديروا نشاطات ويعرضوا فيها فنانين منشدين ممثلين. نكون انا دائما حاضر في هذه الحفلات. اما المهرجانات نكون مع المنشدين يعني يكونوا منشدين كبار منشدين في الجزائر كذا يكونوا حاضرين نكون انا ممكن من ضمن حاجه باهيه هذيا. مثلا باهي اخر اصداراتك واخر اناشيدك اللي عملتهم؟ عندي أنشودة نور أطل على الوجود عملت لها كليب في الثلج. هذيك اللي العمل تاعي الجديد اللي حطيته ما عنديش بزاف تقريبا. وراني نخدم في حاجة جديدة هكا راني نخدم في حاجة لرمضان إن شاء الله. حاجة باهية. كليب شباب. خلينا نسمو أكابيلا لكن مش نور أضاء على الوجود لأن باش نعرضوها حاجة أخرى. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يا نفس طيبي باللقاء يا عين قاري عيونا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قاري عيونا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا صلوا على خير الأنام
المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. عليه الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. محلاها زاد الأنشودة ذي. نخلي لك كلمة الختام ياسين. بارك الله فيك، شكرا على هذه الاستضافة، وراني فرحان اللي راني حاضر معكم هنا في البلاطو قناة الإنسان، وشرف لي كبير كبير، لأنه الجمهور راه يشاهد فيا، الجمهور التونسي والجمهور اللي خارج يعني دولة تونس. نقول لكم بارك الله فيكم على هذه الاستضافه، ونشكركم مرحبا بك، وان شاء الله مش اخر زياره، ان شاء الله نجيكم بجديد حاجه جديده ويتمتع بها الجمهور، ونتمنى انه الجمهور تمتع. اكيد شكرا لك على قبولك الدعوه، مرحبا بك، شرفت تونس، وتونس اكيد بلادك يعني ما كاش ضيف فيها. مشاهدينا الكرام قبل ما نخرجوا فاصل خلينا نشوفوا اخر كليب لياسين شباح ونرجعوا. يلا. نور أطل على الوجود فأشرقت، شمس الحياة بطامة الإيمان. هذا رسول الله أفضل من مشى فوق البسيطة من بني الإنسان. فوق البسيطة من بني الإنسان. يا سيد السادات حبك جنة، بل جنة تحمي من النيران. قلبي يقول إليك مشتاق أنا، ولسان شوقي ناطق ببياني. صلى عليك الله يا من شوقنا للقاك يسري في دمي وكياني. صلى عليك الله يا من شوقنا للقاك يسري في دمي وكياني.